النهارده جايبه لكم اهم المشتريات اللي بنجيبها للبيبي من الصيدليه. هنبدا باول حاجه بالجزء الخاص بتغيير الحفاض. اول حاجه معانا الحفاضات. هتجيبوا له مقاس واحد، وبيكون مكتوب عليه، اهم حاجه نشوف ان هو مكتوب عليه فتحه السره. مش شرط بيبي جوي، انا ابني ارتاح على بيبي جوي، ممكن ابنك يرتاح على مولفكس فاين بيبي، يعني النوع اللي يريح البيبي بتاعك. انا ابني مرتاح على بيبي جوي فانا جايبه بيبي جوي. دي الوايبس اللي انا بستخدمها له. هو طبعا الوايبس مش اللي هو اساسي معانا في الغيار، احنا الاساسي معانا في الغيار الميه، ان احنا ناخد البيبي ونشطفه في الحوض عادي جدا. لكن دي بتكون معانا في الطوارئ، او مثلا وقت اللي هو الجو بالليل ساقع عليه فمش محتاجين ان احنا نقوم نغير له تحت الميه. فدي بتكون معانا. وافضل نوع انا استخدمته اللي هو بندولين المناديل المائيه، عشان خاطر هي 0% كحول و0% عطور. دي بقدر استخدمها له، بنضف له بيها ايده، بنضف له بيها رجله، احيانا ممكن امسح له بيها وشه وقت الغيار. هي دي بصراحة النوع الكويس اللي انا استخدمه. المناديل اكتر نوع ريحني فاميليا اللي هو الثلاث طبقات، ده اكتر نوع مريح معايا. اي نوع تاني بيفرول، بصوا هتلاقي مكتوب عليها 3 طبقة. ده اكتر نوع ريحني في الاستخدام، اي نوع تاني بيفرول معايا. هنيجي للكريمات اللي بنستخدمها وقت الغيار. دول افضل حاجتين استخدمتهم، الزنك اوليف او السودو كريم. الزنك اوليف بستخدمه له غيار وغيار لا. يعني الدكتور قال لي يفضل ان احنا ما نستخدمش الكريمات الترطيب دي كتير جدا، فانا بستخدم الزنك اوليف غيار وغيار لا. اما السودو كريم مخلياه طوارئ، يعني لو انا لقيت مثلا جلده هيبدأ يلتهب، او جلده مثلا لونه متغير، او انا حسيت ان جلده فيه حاجة شكلها مش مريحني، فبستخدم له السودو كريم. هندخل بعد كده على الجزء الخاص بالعناية الشخصية. تمام. اول حاجة الكحول، ده بنستخدمه طبعا في اول ايام لحد ما السره تقع. بنرش مع كل غيار، ونجفف المكان كويس جدا قبل ما نقفل البامبرز. وبعد كده خلاص احنا تمام، احنا استخدمناه. مجرد ما السره تقع خلاص احنا مش بنحتاج الكحول معانا تاني. هنيجي للوشن. برضو اللوشن مش لازم تجيبي سام، ده اللي ابني ارتاح عليه. ممكن ابنك يرتاح على باشن بيبي، ممكن يرتاح على بندولين، مش شرط الماركه دي بالذات، بس ده اللي ابني ارتاح عليه. الزيت بتاع جونسون بالنسبة لي حلو معايا بصراحة في الشتاء جدا، يعني بحس ان هو بعد الشاور بدفي على ايدي، بحط نقطتين على ايدي وادفي على ايدي، واجي ادهن له، بحس ان هو جسمه دفي، وبحس ان هو راح في النوم اسرع، بحس ان هو بقى اهدى. فخلينا في زيت جونسون، حلو جدا جدا. طيب انا ليه جايبة دول مع بعض؟ بعد الولادة البيبي بيبقى عنده قشرة كده في شعره وشكلها غريب، طبعا احنا ما نقدرش ان احنا نمسك فروة راسه ونحكها له كده ونطلعها. فبعمل ايه؟ بحط نقطة صغيرة جدا من الزيت، وباخد الفرشة واحط، اعمل كده على ايدي، ومشط فروة البيبي، مرة عكس اتجاه الشعر ومرة مع اتجاه الشعر، بالراحة جدا عشان راسهم طبعا في الأول بتكون طرية جدا جدا جدا. فمرة أمشط مع اتجاه الشعر ومرة عكس اتجاه الشعر، مرة في مرة بنلاقي القشرة دي بدأت تبقى مش موجودة. دي الكولونيا الخاصة بيهم. دي مكتوب عليها من أول عمر يوم، بس يعني مش بنفضل إن احنا نستخدمها قوي من أول عمر يوم. هما كده كده ما شاء الله ريحتهم رباني، بتكون ريحتهم حلوة جدا. بس انت لو حابة تستخدميها من عمر يوم هي آمنة جدا، ومكتوب عليها إن هي من عمر 0. هنيجي للجزء الخاص ده بالضوافر. معانا القصافة، ومعانا المبرد، ومعانا المقص. شوفي انت بتحبي تستخدمي ايه، يعني ايه اللي يريحك في الاستخدام، او ايه اللي تعرفي تستخدميه بامان من غير ما تعوري البيبي. انا مثلا بستخدم له القصافه، وبعد ما بستخدم القصافه بعمل له ضوافره بالمبرد، علشان خاطر ما يعورش نفسه، لان هم اسهل حاجه بيعملوها ان هم يعوروا وشهم. هنيجي للجزء الخاص بالببرونات. انا اول ما جبت بصراحه جبت له شيكو اللي هي الناتشرال. هنلاقي الحلمه بتاعتها شبه الام قوي. فدي بصراحه بعد ما جبتها افتكرت ان انا هروح المستشفى والببرونه هتكون معايا، ومحتاجه حاجه تكون سعرها مش غالي قوي زي شيكو، وفي نفس الوقت لما تتحط في الشنطه ما تتكسرش، لو وقعت من ايد حد ما تتكسرش. فافضل بديل كان لشيكو لقيت بابلز. جبتها وبصراحه نفعتني جدا 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 في اول يوم في المستشفى. نيجي بقى بالجزء الخاص بالأدوية. الجزء ده يا جماعة مهم جدا. توبرين دي القطرة دي بيستخدموها، هتلاقيه في المستشفى مجرد ما يتولد، والروشتة اللي بيدوها لك هتلاقيه مكتوب لك فيها القطرة دي. القطرة دي معقمة للعين، بنحطها له 4 مرات في اليوم، نقطة في العين دي ونقطة في العين دي. دي أساسي تجيبيها من عمر يوم.
ده فيتامين د، ده افضل من الفي دروب. الفي دروب يا جماعه مائي، فالامتصاص بتاعه للجسم مش احسن حاجه، فلازم يكون تحسي ان هو ملمسه فيه زيت شويه. فده برضو في المستشفى هيكتبهولك من عمر يوم، هتديله نقطتين كل يوم، ده اساسي مهم جدا. هنيجي لدول ساينسكون والدينتينوكس، دول أدوية المغص. طبعا البيبي أول ما بيتولد بيكون معدته لسه مش مهيئة للهضم، فإحنا بنديله حاجة تساعد معاه، لأن هو يا حبيبي بيبقى فيه عندهم غازات، بيبقى عندهم انتفاخات، فإحنا في الأول بنساعدهم بالأدوية دي، وبرضه بنحاول إن إحنا ما نكترش أدوية ونسيب جسمهم يشتغل. فدول أفضل حاجتين جربتهم للمغص والانتفاخات مع البيبي. هنيجي طبعا للشتاء والخنفرة بتاعة المناخير وأدوار البرد، ده بيساعدني جدا جدا ان انا انضف له مناخيره. باجي بفضي الهواء اللي فيه كده وادخله في فتحة المناخير عند البيبي، طبعا بحرص جدا جدا نخلي بالنا عشان الحرف ده ما يعوروش. واجي دخلته في فتحة المناخير، اسحب بالراحة، هنلاقي المخاط بيطلع هنا. ده طبعا صديقنا وقت التطعيمات. وقت التطعيم البيبي بيتعب جدا 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 وبيسخن، فاحنا محتاجين ان احنا دايما نتابع درجة الحرارة، فده مهم جدا جدا وقت التطعيمات. السرنجة دي بنجيبها بندي بيها الأدوية، هي مترقمة ومتدرجة سنتي، سنتي ونص، 2 سنتي، فتدريجاتها دقيقة جدا، عشان ممكن الدكتور يقولك هتدي سنتي ونص، ممكن يقولك هتدي 2 سنتي ونص، فدي معاكي مترقمة، أرقامها واضحة جدا جدا، فهتسهل عليكي كل حاجة. بصوا يا جماعة، أنا جبت دول، جبت دي الأول على أساس أنضف له بيها الفم، عشان خاطر اللبن كتره بيتكون على لسانه فممكن يعمل له فطريات، فالفطريات دي تعمل له ميكروب في معدته، فنخش في دوامه كده احنا مش حابين ندخلها. فلقيتها ان هما بيكونوا مولودين بقهم صغنن جدا، فدي بتضايقه، مجرد اصلا ما بدخلها بقه بيفضل يصوت ويعيط، فما بعرفش انضف له بقه كويس. جبت البديل ليها شاش عادي جدا نجيبه من الصيدليه، بنقطع منه قطعه، نقصها ونلفها على الصباع، وتروحي تبليها بميه بقى مفلتره، ميه معدنيه تكون، المهم تكون ميه متعقمه، ونمسح له بيها بقى. وهشرح لكم نستخدمه ازاي عشان الموضوع يكون سهل معاكم. بنجيب جزء من هنا كده، نقص كده، نلفها على الصباع ونبلها. مجرد ما هنبلها هي هتتلزق لوحدها معانا على الصباع. ميه طبعا تكون ميه مفلتره او ميه معدنيه، المهم تكون ميه معقمه عشان هي دي هتدخل بق البيبي. وندخلها ونمسح لسانه، نخلي ما فيهوش اي بواقي لبن نهائي. وبكده نكون جبنا لكم كل المشتريات المهمة للبيبي من الصيدلية. واستنونا في الجزء التاني، هنجيب لكم الحاجات اللي تهمنا احنا كمامي اللي هنقدر نشتريها برضو من الصيدلية. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك، ولو شايفين ان في مامي محتاجة الفيديو شاركوه معاها.